النهاردة هعمل معاكم اسهل وصفة هنعمل بيها البريوش في البيت. طريقته سهلة جدا وبسيطة، والعجينة بتاعته هشة جدا وطرية، والاحسن ان احنا نعمله في البيت. حتى لو قمتي عملتيه دلوقتي بنص المكونات دي هيطلع معاكي حلو جدا. اول حاجة انا حطيت كوباية من المية الدافية. هنحتاج مية تاني على فكرة، بس انا الاول بدأت بكوباية مية، وحطيت عليها ربع كوباية من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، وحطيت 3 معالق لبن بودرة. ما عندكيش لبن بودرة هنحط كوباية زبادي صغيرة او معلقتين من الخل. كل الحاجات دي بس بتخلي العجينة تكون طرية وهشة معاكي. هنزل عليهم بحبتين من البيض وعليهم رشة من الفانيليا، وهنزل بباكت كريم شانتيه بودر. لو مش متوفر عندك ده اختياري مش اجباري. هقلب المكونات دي شويه مع بعض. لو الخميره عندك انتي مش متاكده ان هي شغاله هسيبها لحد ما تتخمر، وبعد كده هنزل بكيلو الا ربع من الدقيق. طبعا احتمال الدقيق يحتاج معايا ميه تاني، هستخدم ميه تاني لحد ما العجينه تكون طريه معايا. هحط عليهم رشه ملح ومعلقه صغيره من بيكنج باودر، بس كده. مكوناته سهله قوي وبسيطه، وفي حاجات اختياري مش اجباري. هبتدي ان انا اعجن لحد ما العجينه كلها تتلم معايا، والمعجنات دايما بتحتاج عجن كتير. طبعا عادي ممكن تعجني على ايدك ولحد ما تلمي العجينه، انا كنت دايما بعجن على ايدي، بس طالما عندك عجان عادي. حطيت الاول الكف اللي هو يعني بيضرب الحاجه، بعد كده هحط بقى الكف اللي بيعجن العجينه. هعجن العجينه هنا كانت محتاجه معايا شويه ميه، فحطيت شويه ميه. طبعا انتي قدام الدقيق بتاعك فانتي تبقي عارفه العجينه لازم تكون معاكي طريه عشان تطلع طريه معاكي المعجنات في الاخر. كل ما العجينه كانت طريه المعجنات بتطلع طريه، العجينه نفسها ناشفه معاكي بتطلع العجينه ناشفه. هحط حوالي نص كوبايه من الزبده. والبريوش بصراحه ما ينفعش يتعمل بسمنه ولا بزيت، لازم يتعمل بزبده. حطيت نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. وفي الخطوة دي هتحس ان العجينة كلها بدأت ان هي يعني تفتفت معاكي كده. سيبيها هتتلم كلها تاني، اوعي تحطي دقيق عليها. كده العجينة بقت ممتازة معاكي. احنا محتاجين العجينة تكون بتشد كده وفيها شوية تلزيق، دي العجينة المظبوطة. هبتدي ان انا احط في ايدي كده حتة زبدة صغيرة وهلم العجينة كلها. بص العجينة عاملة ازاي بتشد وكانت مظبوطة جدا. هبتدي ان انا احط العجينة في مكان دافي، هسيبها نص ساعة. لا بتشقق معايا ولا اي حاجة، اتعجنت العجينة المظبوطة. ومن الحاجات اللي بتنجح البريوش ان انت لازم تحطي عليه زبدة في الاخر، مش هينفع نستبدلهم لا بسمنة ولا بزيت. انا هنا هسيبها لمدة نص ساعة، وبعد كده هبتدي ان انا اشتغل فيها. طريقة تحضيرها بقى سهلة جدا وبسيطة. انا قطعت يعني الكمية كلها على 4 احجام. وانتي بتشتغلي لازم تكوني مغطية العجينة عشان ما تنشفش. عجينة البريوش بتنشف بسرعة جدا وانتي شغالة، يعني لو سبت حتة قدامي وانا بشتغل بلاقيها ناشفة جدا، لان احنا لا بنشتغل لا بدقيق واحنا بنفرد العجينة ولا بنشتغل بزبدة. هبتدي ان انا اقطعها كده القطع متساوية، وهبتدي ان انا ارولها زي ما هتشوفي كده في الفيديو بالظبط. دي اسهل شكل ممكن الكل يعمله، وانا عملت كل الكمية بيه على فكرة. يعني مش شرط ان احنا نعمل حاجات معقدة، لا احنا عايزين نعمل يعني اخف حاجة ان احنا نقدمها في البيت. هنبتدي ان احنا نعمل زي ما انت شايفة الخطوات كده في الفيديو. الفيديو شارح نفسه جدا. هندخلها بقى في بعضها كده، بس دي كانت اسهل طريقة عملتها معاكم، وهعمل بيها كل العجينة. هعمل بس واحدة ضفيرة عشان انا كان نفسي اعملها، بس عملت ضفيرة واحدة لان برضو الضفيرة حوار يعني مش سهلة خالص. فانا بحاول ابسط على نفسي الامور عشان اعمل اللي انا عايزاه، وانتي كذلك بسطي على نفسك عشان تعملي كل اللي انتي نفسك فيه في البيت. هعمل كمان واحدة معاكم بنفس الطريقة. العجينة كانت اتخمرت كويس معايا، سبتها ارتاحت كويس، عشان كده وانا يعني بشتغل بيها كانت كويسة جدا معايا، مش برولها تقوم راجعة تاني لا. دي كانت واحدة معايا. هبتدي ان انا اعمل معاكم اخر واحدة، بعد كده هعمل معاكم واحدة
ضفيرة واحدة وخلاص، وخلصت كل الكمية بنفس الطريقة. الموضوع سهل جدا وبسيط، يعني كل حاجة ممكن نعملها في البيت بدل ما نشتري اي حاجة من الشارع. الحاجة مبقتش مضمونة خالص بره. احنا كده خلصت الكمية بتاعت دي، وبقى هخمره تاني، هغطيه وهخمره تاني. البريوش بيتخمر مرتين، اول حاجة بنسيبه شوية، بعد كده اما بنقطعه بنخمره مرة كمان قبل ما ندخله الفرن. هنا بقى انا هعمل الضفيرة. كان عندي 3 احجام صغيرين كده، عملتهم بنفس الطول، وبرضو هوريك ازاي تعمليها. بس هحطهم جنب بعض وكأني بضفر يعني. هي على فكرة يعني لخبطتني، يعني انا بضفر شعر بنتي كل يوم، بس انا اتلخبطت برضو فيها، بس يعني حاولت لحد ما جبتها بالمظبوطة يعني. بس عملتها وخلصتها وحطيتها برضو في الصينية، وهسيبها تتخمر شوية. اللي اتخمر الاول طبعا هدخله الاول الفرن، وبسيبه بقى ايه لحد ما يتخمر الباقي. بس انا كنت خلصت خالص الكميه كلها. انا ما بدهنش الوش ببيض. لو انت حابه تدهني الوش ببيض، بتحطي بيضه واحده صفار بيضه وبتحطي عليها فانيليا وبتحطي على الوش. انا ده الخليط اللي بعمله على طول. بحط معلقه لبن وعليها معلقه زبده، وبحط عليهم معلقه قهوه سريعه الذوبان. انا دايما بحط كده على على العجينه عندي. اي معجنات بحط عليها نفس الخليط. وكنت مشغله الفرن على درجه حراره 200، وانا يعني بحط كده خلاص الحاجة على الوش. كنت مشغلة الفرن. هدخله بقى على درجة حرارة 200، يعني في الرف اللي في الوسط. اول ما هياخد لون معايا من تحت بشغل عليه شوية الشواية عشان يتحمر كده وشه من فوق، وبحط عليه من فوق رشة سكر كده صغيرة. ده برضو اختياري مش اجباري، عايزة تدخليه كده الفرن دخليه، بس انا بحب احط على وش البريوش دايما رشة بسيطة كده من السكر، وبيكون كده خلاص خلص معايا. ما بياخدش على فكرة يعني 15 دقيقة في الفرن. بتمنى تكون طريقتي كده سهلة وبسيطة عليكم، وتجربوها وتعجبكم. وان شاء الله اشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.